وليد باشا اللي منور مطعم ليلى. نفسك يا باشا. انا بنفسي اللي جايب لك الاكل. حبيبي يا باشا. اصل الاكله دي بقى من اهم الاكلات اللي انا بعزها جدا جدا. اسمها كفته داوود باشا. استنى ما تاكلش، لسه ما اخلص كلام. الكفته دي بقى يا جماعه ليها قصه حلوه جدا في مصر. وازاي اصلا يا حبيبي استنى، وازاي اصلا دخلت جوه مصر وبدات ازاي ومين اللي اخترعها وليه اصلا. يا بابا استنى، هو مستعجل على الاكل انا عارف. وليه اصلا اسمها داوود باشا. انا هسيبك تاكل وعايزك تسمع الحدوته. يلا يا حبيبي استنى، انا هسمع بوداني. يلا هو هياكل وانا هقول لكم الحدوته. تعال احكي لكم بقى على كفتة داوود باشا. داوود باشا ده الأول عشان نتعرف عليه، هو كان والي من أولياء مصر، كان جاي من الدولة العثمانية، أوقات حكم الدولة العثمانية. الراجل دوت كان بيحب الأكل جدا، وكان دايما بيخلي كل الطباخين يعملوا له كفتة داوود باشا، اللي هي عبارة عن كرات من اللحمة مدورة وعليها صلصة طماطم. كانت دايما السفرة بتاعته، الطبق ده موجود على السفرة بتاعته في أي وجبة. المهم من عشقه للكفته ديت، في واحد من الطباخين مره عملها بطريقه مش حلوه، يعني زود الملح او قلله، مش عارفين ايه بالظبط اللي عمله. المهم ما عجبتش عم داوود وهو بياكل الكفته، غضب جدا وزعل لدرجه ان قال لهم هاتوا لي الطباخ ده حالا. وخد الطباخ وعاقبه عقاب شديد جدا، وبقى الطباخ اي حد يساله انت ايه سبب العقاب اللي الوالي عمله عليك، قال لهم اصل انا بسبب كفته داوود باشا عملتها مش حلوه. ومن الحكايات الجميلة والغريبة عن كفتة داوود باشا إنه لما كان بيعمل حفلات وبيجيله ضيوف كتير جدا، كان بيخلي الطباخين يعملوا الكفتة دي. بس كان في حاجة غريبة، كان دايما يحط خاتم ذهب أو فضة في واحدة من كفتة وسط الطبق. وكان الضيوف وهم بياكلوا كان اللي يلاقي الخاتم دوت يجي في بقه كان بيبقى سعيد الحظ إن هو كسب الخاتم بتاع داوود باشا، وكان بيحتفظ بيه. وأي حد كان بيسأله الخاتم ده جبته منين، يقول له أصل ده خاتم كفتة داوود باشا. وفضل الاسم دوت متوارث لحد يومنا هذا، بيتعمل الكفته اللي هي المدوره اللي عليها صلصه طماطم. داوود باشا زي ما قلت لكم كان والي عثماني وجاب اكلات كتير لمصر. لو انتوا بقى عايزين تعرفوا تاريخ الاكلات المصريه تابعوني واتفرجوا على البرنامج دوت. وبنشكر طبعا مطعم ليلى اللي بيعمل لنا كل الوصفات الجميله ديت. بنصحكم تزوروا المطعم دوت وتستمتعوا باحلى واجمل والذ الاكلات. شكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. يلا بقى نشوف عم وليد الراجل اللي عمال ياكل دوت ونساله عجبته القصه ولا عجبته الاكله. وليد باشا الف هنا وشفا يا صاحبي. قول لي بقى، الاكل عجبتك ولا القصه اللي عجبتك؟ الاثنين تحفه. انت منورنا هنا في مطعم ليلى، ومطعم ليلى بيستضيفكم كل يوم، موجود فيه كل الوجبات اللي تتخيلوها، معاكم في رمضان ومعاكم في كل الاوقات. اتمنى يكون القصه عجبتكم، وان شاء الله استنوني في حلقه جديده مع اكله جديده مع عزومه جديده، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم.